السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى الناس اللي كيشاهدوا هذا الفيديو هذا يكونوا جميعا بصحة طيبة وبأحوال جيدة. مرحبا بكم كما العادة في القناة ديالنا وديالكم سير تي في. هذا البرنامج هذا غادي نبداو نتلاقاو معكم به كل اثنين، غادي نحاولوا نديروا الحصيلة ديال الأحداث الرياضية اللي عرفها المغرب في الأسبوع. هذا الأسبوع هذا كان حافل بالأحداث الرياضية الكروية، لا سواء الوطنية سواء التي تهم الأندية المغربية أو التي تهم المنتخب الوطني. غادي نطرقوا لهم كاملين بالتفصيل في هذه الحلقة هذه. بقاو معنا، هناك العديد من الأمور اللي لازم تناقش على نطاق واسع. كنحلوا باب النقاش كذلك الناس اللي بغاو يتفاعلوا معنا عبر الكومنتات، عبر التعاليق، عبر الانتقادات، عبر التوجيهات أو كذلك عبر الاقتراحات ديالكم اللي ديما كنتمناو انها تكون في المستوى وتكون مستمرة. هذا الأسبوع الأحداث اللي عرفها المغرب غادي نتكلموا على الاحترافية اللي كيتميز بها إدارة فريق الجيش الملكي أو الزعيم. كذلك هناك نطرح البطولة الوطنية والصراع الذي أصبح شيئا كيصبح واحد الصراع ثلاثي بين الوداد والرجاء والجيش على البطولات، ولا نستثني الفتح الرباطي. نتكلموا كذلك على القرارات اللي خرجت من لجنة الانضباط ديال الكاف بعد ما يعرف بأحداث التي عرفها الشهر الأخير بالجزائر. كما قلنا بالتعامل زعما شابو با للإدارة ديال فريق الجيش الملكي على التعامل ديالهم مع مشكل ديال الجماهير العسكرية، التعامل ديال الإدارة ديال الجيش المدرس، تعامل احترافي، تعامل من المستوى الرفيع. غادا نسرد الأحداث كيفاش طرات. في لقاء الجيش الملكي ضد فيوتشر المصري كانت هناك صراع بين لي زولترا ديال الفريقين، الالترا عسكري وبلاك ارم. هادشي هذا كنعرفوه عادي، كل الالترا كتحاول تسيطر على افضل مكان في المركب، كتحاول انها تكبر العقائد ديال المحاربين ديالها، وهذا ما يولد نزاعات وصراعات كتحول بعض الاحيان الى مشاجرات. هذا معروف، طرات في الرجاء، طرات في هذه ديال الفرق اللي كتوفر على اكثر من الالترا. المهم في هادشي هذا كاع كان هو التعامل الاحترافي ديال الاداره ديال الجيش الملكي اللي كنحييهم عليها. كنحيي الاداره ديال الجيش الملكي على التعامل هذا، ولا القرار ديالها هي انها قررت انها تخلي المدرجات الفيراج الجنوبي والفيراج الشمالي، وخلات فقط المدرجات المقابله لوسط الميدان. صافي، قرار حكيم، قرار عاقل من المسؤولين كيمتازوا بالبعد النظر والبصيره القويه. ما بغيناش انا داك الفيراج كاع نضحيو بالمداخيل اللي كيدخلها الفيراج الجنوبي والفيراج الشمالي من اجل اننا نحققوا واحد القضيه، اننا الجمهور ديال الجيش الملكي يصبح جمهور يتحلى بالاخلاق، ويولوا يدوزوا المباريات في واحد الجو رياضي، يحضروا العائلات، يحضروا الاباء الابناء، ما يكون حتى شي مشكل، وتدوز جميع المباريات كانها عرس رياضي. هذه القضيه هذه كنحييها، هذه البادره كنحييو عليها المسؤولين ديال فريق الجيش الملكي، لان الجيش الملكي الى نجح هذه السنه هذه ولا كان كينافس على البطوله وكينافس على كاس الاتحاد الافريقي وكذلك على كاس العرش وغادي يمشي للبطوله العربيه، والنتائج ديالو المستوى اللي كيقدموا، فهذا يعني ناتج عن العمل الكبير اللي كتقوم به الاداره اللي كنحيوها، الاداره الكبيره ديال فريق الجيش الملكي اللي دايره مشوار ممتاز كل ما يخص الاحترافيه ديال السير ديال الفريق. هناك كذلك في نهايه الاسبوع كانت مقابله ديال الجيش الملكي ضد الدفاع الحسني الجديدي. شفنا جميع ان المقابله عرفات انتصار الجيش في هذا الخساره المتوقع لها حمودا، ولكن الحدث اللي عرفته المقابله هو الحركه اللا رياضيه اللي قام بها اللاعب عبد الفتاح حداف في اتجاه المدرب الشابي. اداره الجيش لم تنتظر قرار الجامعه، فهي بادرت قبل ان يخرج قرار الجامعه او قرار لجنه الانضباط الى عرض اللاعب عبد الفتاح حداف على لجنه الانضباط او لجنه التدبير للجيش الملكي. هذا الشيء كامل كان لازم نتحدثوا به ونوهوا بالاداره ديال الجيش الملكي. وكنتوقع انا شخصيا ان الجيش الملكي غادي يمشي بعيد، لان المكونات ديال البطل كتبان. باش بغيتي تكون بطل ستكون عندك اداره في المستوى، اداره محترفه، اداره لا يؤثر عليها الجمهور. خص يكون عندك اللاعبين اللي كيتقاتلوا على الوان الفريق، وهذا موجود في الجيش الملكي حاليا.
يكون عندك جمهور كيدفع الفريق الى الامام، ويكون عندك طموح. هذه العوامل كامله متوفره في الجيش الملكي، واتوقع على الاقل انه يحرز هدفين لقبين هذه السنوات. كل التحيه والتقدير لاداره الجيش الملكي. الموسم جميل. الحاجه اللي كتشدنا البطوله ديالنا وكنفتخروا بالبطوله ديالنا هي التنافسيه بين الاقطاب ديال كره القدم الوطنيه. عندنا الوداد، عندنا الجيش، وعندنا الرجاء، وكذلك لا نسدي الفتح الرباط. المنافسه هذه افتقدناها شحال هذه باش شفنا منافسات ثلاثيه او رباعيه على لقب البطوله. الان وصلنا للثلث الاخير في البطوله، يعني وصلنا للدوره الاخيره كما كيقولوا في عالم القهوه. اللي عنده السفن هو اللي غادي يوصل. الجميل كما قلنا هو انه مازال هاد الفريقين كاملين منافسين على البطوله، ومازال كاينه مواجهات مباشره. مازال غادي نشوفوا الديربي، مازال غادي نشوفوا الكلاسيكو، مازال غادي نشوفوا الرجاء مع الجيش، مازال غادي نشوفوا الفتح كتواجه الفرق المقدمه. يعني الفرجه مضمونه في هذه السنه هذه، وهذا ما كيعطي اشعاع للكره البطوله الوطنيه، وكيخليها دائما تكون تختار دائما في مصاف البطولات الاولى في افريقيا. والان هذا كيأكد ان البطوله ديالنا الان تصنف انها افضل بطوله في افريقيا، وهذا الدليل هو واضح. كتشوفوا هذه البطوله هذه ديال هذا الموسم هذا كذلك ظهور لاعبين من الشبان من الفرق، من التكوين ديال الفرق. كنشوفوا إيجامان، حمزه إيجامان من الجيش الملكي مع اسوادي، المدرسه ديال الجيش الملكي اللي غادي كيتالقوا وكيكتسبوا التجربه الافريقيه من خلال المباريات ديال كاس الاتحاد الافريقي، او كذلك من خلال المباريات اللي كنشوفوها مع الفريق في البطوله الوطنيه. كنشوفوا من جانب الرجاء بن جديده اللي غادي كي مع على الرغم من التحفظ ديالنا على بن جديده اللي ما كتعطاش الدقائق الكافيه باش يظهر الموهبه ديالو، باش يتالق وباش يصل الطريق ديالو، ولكن مع ذلك فهو فيما كيدخل فهو يبني بناء الحسن. كنتكلموا على البداوي اللي ربح المكان ديال المذكور واللي كيتالق دوره بعد اخرى. كنتكلموا على بن تايك، كنتكلموا على لاعبين اللي بداو كيظهروا، بداو كيرسموا الطريق ديالهم في البطوله الوطنيه. نمشيو للوداد، لاعب حيمود اللي فيما كيدخل كيعطي الاضافه. كنتكلموا كذلك على اسماعيل المترجي اللي كنتظروا منه الكثير هذا اللاعب هذا. كنتظروا على فرحان اللي ولا وصلنا بالامان ديال الوداد. يعني بطوله واعده وواعده كتعطيك الاسماء اللي والده. نمشيو للجيش كنلقاو الفتح الرباطي، كنلقاو اللاعب النوري اللي كان هداف ديال البطوله الوطنيه. هذا كيعطيك ان البطوله اصبحت تنتج نجوم، يمكن الاعتماد عليهم في المنتخبات الوطنيه. وهذا التنافس هذا فهو تنافس صحي، تنافس شديد. المباريات ولات كتلعب بواحد الريتم، واحد شويه بشويه الفرق ديالنا ولات كتولف انها تلعب مباراه كل 3 ايام، مباراه كل 4 ايام. يعني ولات كتكون داك الريتم ديال الاحتراف الاوروبي للاعب المهنه ديالو هي كره القدم، التمارين، تغذيه صحيه، نوم صحي، ومباريات كره القدم مسلسله وايقاع مرتفع. هادشي هذا اللي بغينا نوصلوا ليه. واحد بغيت نفتح واحد القوس بسيط، هو انني شخصيا كنتمنى ان الجامعه تاخذ هذا القرار هذا مستقبلا اللي غادي يرجع بالفائده على كره القدم الوطنيه. القرار اللي كنتمنى ان الجامعه تاخذه هو لما لا اننا نفرضوا على الفرق واحد العدد معين ديال الانتدابات كل موسم، حيت هذاك المنظر ديال فريق كيستقطب 10 لاعبين وكيصبح 10 لاعبين وكيوليو يمشيو للطاس والنزاعات وشحال ديال الفرق ممنوعه من الانتدابات ما بقيناش بغينا نشوفوا في الوطن الوطني. حبذا مثلا انا كنقول عديد كيقول مثلا حبذا الجامعه تفرض على الفرق ديال القسم الوطني الاول عدد ديال التعاقدات، كل موسم عندك 6 ديال التعاقدات ما تفوتوش. اولا هذا غادي يفرض عليك انك تخدم المدرسه ديالك وتولي تنتج اللاعبين اللي يلعبوا معاك وما تبقاش غتشري. ثانيا لا كاليتي، الجوده ديال اللاعبين اللي غادي تستقطبهم غادي تولي مفروض عليك، حيت ما عندكش هامش اختيار كبير، عندك 6 ديال اللاعبين، مفروض عليك انك تجيب لاعبين من مستوى عالي اللي يعطيوك الاضافه. الحاجه الثالثه اللي غادي تفيدك هو الميزانيه ديال الفريق، هو انك غادي تحتفظ على الميزانيه ديال الفريق وغادي تختصر. غادي كل فرقه تنتج لاعبين ديالها، ما تبقاش هذيك السماسيره اللي كل ميركاتو كتشوف اللاعب فلان غيمشي لهنا. واحد اللاعبين ولينا كنشوفهم كيتسارووا الفرق كاع كاملين، ولينا كنشوف فريق كيطلع من القسم الوطني الثاني للقسم الوطني الاول كيشري 10 اللاعبين وكيسرح 10 ديال اللاعبين. هاد الفوضى هادي، هاد السوق هذا ما بقيناش بغينا نرميوه.
بغينا نشوفوا فرق، بغينا نشوفوا الوداد كتلعب مثلا بسته ديال اللاعبين من منصه الوداد، الرجاء كتلعب بعمود فقري من الرجاء، وتولي ديك الهويه ديال الفرق هي اللي غادي تزيد ديك المتعه والتشويق في البطوله المغربيه وتعطيها المكانه الكبيره اللي كنتظروا منها جميعا. المهم في هذا الاسبوع هذا كانت المقابله ديال الوداد مع خريبه، اول مقابله لباريدو في المباراه الوطنيه، انتصروا فيها 3-2 في مقابله من المستوى الرفيع، اداء تقني هائل، اللاعبين بحال تحرروا شيئا ما بعد رحيل المفطي ومجيء غاريدو، شفنا اوتوماتيزمات، شفنا الريتم كيطلع، سامبو سجل هدفين، حسوني كذلك، ولا الحسوني اللي كنعرفوه شحال هادي. نقدر نقول ان التغيير ديال المفطي لغاريدو يقدر يعطي الاكل ديالو، سيما ان غاريدو معاه صابر اللي كيعرف جيدا الفريق الوداد، وعنده داك المفهوم اللي كان الوداد تاسس عليه العام الماضي وصل به النتائج مبهره، اللي هو مفهوم العائله. الوداد كنظن انها مازال كتنقص واحد شويه ديال اللياقه البدنيه وتدوير اللاعبين، وغادي نشوفوا ان شاء الله الوداد في مستوى كبير. نمروا للجيش الملكي. الجيش الملكي كان عنده مباراه مع فريق دفاع الحسن الجديده. الجيش ولا فريق كيعرف كيفاش ينتصر، هذه حقيقه، وجيش انتصر بمجهود اقل وجاب 3 نقاط اللي كيعزز الصداره ديالو وكيعلن بأولوية انه كينافس على اللقب هذا الموسم. الرجاء هزيمه ديال تطوان ما كانتش منتظره صراحه، سيما ان الفريق كان غادي في واحد الخط تصاعدي. الهزيمه ديال تطوان خلاتو يراجع الاوراق ديالو، خصوصا بعد اختيارات اللاعبين وكذا المردود البدني لبعض اللاعبين وكذا النهج التقني ديال المدرب، ولكن الرجاء قدرت ترجع المباراه اللي موراها وانتصرت على شباب المحمديه وصلحت المسار. وفي افريقيا الرجاء فهي غادا في خط تصاعدي، 3 مقابلات 3 انتصارات. اذا كنظن ان هذا الصراع في البطوله الوطنيه مازال غادي يحمسنا مزيان، ومازال غادي نتفرجوا ومازال غادي نستمتعوا بالبطوله المغربيه. ولما البطوله المغربيه الموسم القادم غادي تكون الاولى على كبريات القنوات التلفزيونيه العربيه. لننتظر. الان الموضوع اللي كيهم جميع المغاربه، سواء الناس اللي متابعين كره القدم او الناس اللي متابعين العلاقات المغربيه الجزائريه والصراع المغربي وهاد المناوشات وهاد الحركات اللي كيعمد عليها الجار ديالنا وهاد الاستفزازات المستمره منه. خرجت اللجنه ديال الانضباط ديال الكاف، وكما تنبأت في فيديو سابق يمكن ترجعوا له لقناه CCTV، قلنا ان الجزائر لن تعاقب على ما اقترفت، وان المغرب سينظم كان 2025، وان الملك محمد السادس نصر الله سيتوج بجائزه التميز الرياضي اللي غادي تنظم في ابوجا ان شاء الله. المهم من هذا كله، الان صدر القرار ديال الكاف وجه فوق توبيخ او تنبيه للجزائر، والمغرب ما تعاقبش. حنا عارفين ان المغرب ما غاديش يتعاقب، لان المغرب ما ارتكبش شي حاجه. اولا هي بطوله ليست تحت اشراف الفيفا، بطوله الشهر. ثاني شيء هو ان المغرب مرتبط بدفتر تحملات مع الناقل الرسمي اللي هو الخطوط الملكيه المغربيه، وما يمكنش ليه انه يخل بالبند من البنود مع الناقل الرسمي ديالو، لان هناك عقود وهناك مسائل دفتر تحملات يجب ان يحترم، وكذلك في دفتر تحملات ديال الاكران بالنسبه للمنافسات القاريه او المحليه، فكان تفرض على البلد المضيف انه يفتح المجال ديالو لجميع الفرق المشاركه باقرب مسافه، يعني انه يجيب اقرب مسافه ويجيب الناقل ديالو اللي بغى يجي. يعني هنا الجزائر فهي خلقت بند من ديال الكاف. ممكن ان الجزائر تتعاقب بلا ما نبينوا انها تعاقبات، انها ما يتسحب لنا التنظيمات يوليو يراجعوا الاوراق ديالهم في الترشيحات ديال الجانب الجزائري لتنظيم تظاهرات افريقيه او تظاهرات عالميه. هذا الشيء هذا ممكن يطرا، ولكن الاكيد هو اننا ما خديناش حقنا لازنا عليها ما حدث يوم الافتتاح والتدخل ديال مانديلا الذي اهان المغاربه جميعا، لانه فتح واحد الموضوع اللي كنظنوا انه تسد.
مع الاعتراف الامريكي بمغربيه الصحراء، مع الاعتراف الاسباني، مع الاعتراف بالقوى العالميه بمغربيه الصحراء، كنظن ان الملف ديال الصحراء فهو تسد، واللي بغى كيشوف في ذاك الملف فهو يستفز ويهين المغاربه جميعا. هذا الملف تسد استقجال، كنشكروه على المبادره ديالو انه قدم استئناف لهذا القرار هذا، وقال بالحرف انه ممكن المغرب يصعد الى ما خديناش الحق ديالنا، غادي نصعدوا الكاس الافريقي ديال 2025 غادي تنظم في المغرب، وغادي تشوفوا التنظيم كيداير، وغادي تشوفوا الاحترافيه، وغادي تشوفوا البلاد المملكه ديال 12 قرن والحكمه والتبصر والقوه الاقتصاديه العظمى ديال افريقيا ديال بصح، غادي تشوفوها كيفاش غادي تنظم كاس افريقيا 2025. غادي يكون كلشي مرحب به. الجماهير الجزائريه اول وحدين غادي يكونوا مرحبا بهم في المغرب، يجيو يتفرجوا ويشوفوا فين وصلت بلادنا، و كنتمناو ان الكاف تنصف معنا وتجيب لنا حقنا، لاننا تهانينا واننا دوله تحترم ومازال كنحترموا وغادي نبقاو ديما كنحترموا المؤسسات. كنتمناو الكاف تراجع النفس ديالها، الاستئناف هو تقدم، كننتظروا الحكم ديال الاستئناف، اذا ما كانش في صالحنا فاننا غادي نمشيو للطاس وهذا من حقنا، لاننا كندافعوا ماشي على كره القدم الوطنيه ولكن كندافعوا على الدوله المغربيه.